جمعت كل الأصحاب واللي كان بقالهم فترة ما ظهروش، وكان في ناس وجودهم مفاجأة ومحدش عارف إن أصحابها وقريبين منها. القاعة كانت مليانة وهي كانت أميرة من أميرات ديزني، وليلى علوي رقصت وكانت بتصور لايفات ومبسوطة. هالة صدقي قلبت الدنيا غنى ورقص، وأول ما يسرا وصلت الحفلة كل حاجة اتغيرت فيها والكل لف حواليها. هاني رمزي ظهر بعد سنين كتير غياب عن المناسبات الخاصة والاحتفالات، ووجود ياسر جلال كان مفاجأة كبيرة، والكل شهد إنها قدرت ترجع الحبايب يشوفوا بعض من تاني. عيد ميلاد ريهام حجاج جمع الوسط الفني كله وكشف علاقات كتيرة محدش كان عارف عنها حاجة، ده غير الحب اللي طلعت متحوطة بيه من كل النجوم الكبار والصغيرين، والكل شارك فرحتها. بس يا ترى بقى مين اللي كان وجوده مفاجأة في عيد الميلاد؟ وايه اللي حصل بين ماجد المصري وهاني رمزي والناس كلها اتفرجت عليه؟ ومعقول اللي حصل مع يسرا وليلى علوي؟ تفاصيل كتيرة قوي حصلت في عيد ميلاد ريهام حجاج هتعرفوها وتتفاجئوا بيها في الفيديو ده. ريهام حجاج عيد ميلادها السنة دي كان حكاية، وكل الحبايب كانوا متجمعين فيه، ومش كل الحبايب وبس، لا كمان أجيال مختلفة من نجوم الوسط الفني كانوا مقررين إنهم يشاركوا فرحتها في عيد ميلادها السنة دي. ريهام حجاج كانت ولا أميرات ديزني في العيد ميلاد، وفستانها مع قصة الشعر اللي نقتها عليه أخدت عين كل اللي شافها بجمالها ورقتها، وكانت أول النجمات اللي اتمنت ليها كل السعادة والحب والخير في السنة الجديدة من عمرها هي هالة صدقي، سواء في الحفلة أو على السوشيال ميديا بعد الحفلة، وكانت مجمعة أصحابها حواليها وبترقص وتغني مع كل الأغاني اللي كانت شغالة. ليلى علوي بقى كانت حكاية، ويمكن أول مرة تظهر وهي بترقص من زمان قوي من أيام الأفلام بتاعتها اللي رقصت فيها، والحفلة كانت مليانة ناس من جوه الوسط الفني ومن بره كتير. بس المفاجأة كانت في وجود ياسر جلال اللي مش بيحضر مناسبات غير بشكل نادر جدا، ومحدش كان عارف أصلا إن هو وريهام أصحاب، ده غير طبعا عماد زيادة وخالد سليم اللي كانوا متواجدين من أول عيد الميلاد. وطبعا خالد رغم إنه كان عيد جوازه إلا إنه أصر يبقى مع ريهام في عيد ميلادها. وكانت من ضمن المفاجآت الكبيرة في العيد ميلاد هو ظهور هاني رمزي في مناسبة وقدام كاميرات من تاني، واللي أول ما شافه ماجد المصري جري عليه وفضل حضنه وكأنه ما شافهوش بقاله سنين، ووقف قدام الكاميرات وقال إن ده أخوه 10 سنين كتيرة قوي بينهم، وإن الحب اللي بيحبه له كبير، وده طبعا بعد ما بدأوا هما الاتنين سوا حياتهم في فيلم مع بعض. وكل ده كوم ووجود يسرا اللي جت فجأة قلبت الدنيا كان كوم تاني، واللي ما فوتتش أغنية لعمرو دياب مش حافظاها، وطبعا كان الكل ملموم حواليها رقص وغنى وحاجة في قمة الفرحة والبهجة. وكتير من الفنانين الشباب زي نانسي صلاح وإعلاميين ومؤلفين ومخرجين كانوا موجودين، والعيد ميلاد كله على بعضه كان صورة الحب الوسط الفني لريهام حجاج. انتوا بقى ايه أكتر حاجة لفتت انتباهكم في عيد ميلادها؟